عبد الإله بن كيران يوجه خطابا ناريا حول التعديلات على قانون الأسرة. هل تهدد القيم التقليدية؟ في تجمع سياسي حاشد بمدينة بن سليمان، ألقى رئيس الوزراء المغربي السابق عبد الإله بن كيران خطابا قويا تناول فيه التعديلات المقترحة على قانون الأسرة في المغرب. بن كيران، المعروف بمواقفه الصريحة، لم يتردد في التعبير عن مخاوفه من هذه التعديلات، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تفكيك النسيج الأسري وتقويض القيم التقليدية التي يقوم عليها المجتمع المغربي. خلال خطابه، شدد بن كيران على أهمية الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع، مؤكدا أن الحفاظ على تماسكها هو مسؤولية جماعية. واعتبر أن التوازن بين دور الرجل والمرأة داخل الأسرة هو عامل أساسي لاستقرار المجتمع، رافضا أي تغييرات قد تخل بهذا التوازن. كما وجه بن كيران انتقادات حادة للتعديلات المقترحة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى إضعاف دور الأب داخل الأسرة، وهو ما يراه تهديدا مباشرا لاستقرارها. وأكد أن هذه التعديلات لا تعكس رغبة الشعب المغربي، بل تأتي استجابة لضغوط خارجية وأجندات لا تتماشى مع هوية المغرب الإسلامية وثقافته العريقة. في خطابه، لم يخف بن كيران قلقه من أن تؤدي هذه التعديلات إلى ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك الأسر، مما سيؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي للبلاد. كما دعا الحاضرين إلى الوعي بخطورة هذه التعديلات وعدم الانجرار وراء شعارات قد تبدو جذابة لكنها تحمل في طياتها تبعات خطيرة. وفي نبرة تحفيزية، حث بن كيران الشعب المغربي على رفض هذه التعديلات والدفاع عن القيم التقليدية التي شكلت أساس المجتمع المغربي عبر العصور. وأكد أن الأمر لا يتعلق بمعركة سياسية فقط، بل هو مسألة مصيرية تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة. خطاب عبد الإله بن كيران في بن سليمان لم يكن مجرد مداخلة سياسية، بل كان نداء للدفاع عن الأسرة المغربية وقيمها في مواجهة ما يعتبره تهديدات قد تؤدي إلى تفككها. ومع استمرار النقاش حول هذه التعديلات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتجاوب الشعب المغربي مع دعوة بن كيران؟ وهل ستتمكن القوى السياسية من إيجاد توازن يحفظ حقوق الجميع دون المساس بالأسس التقليدية للأسرة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ولا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب، فذلك يساعدنا على الاستمرار في تقديم محتوى مميز لكم. شاركوا آراءكم في التعليقات. هل تتفقون مع رؤية بن كيران أم لديكم وجهة نظر مختلفة؟